كان وشه مليان غضب وقال بصوت يهز الدار: نجيب، انت لسه عايش في زمن الطبقية؟ الولد في وقت ما كان الليل بيحكي حكاياته في قرى بعيدة وبيوت من طين. كان كل بيت فيه سر وكل حكاية وراها عبرة. تعال معايا نفتح كتاب الزمن ونسمع حكايات الجدود في قناة حكايات زمان. وما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان ما يفوتكش ولا حكاية من عدت شهور طويلة وحسن شغال ليل ونهار، صباحه في الغيط مع أبوه وليله في المعمار جوا المدينة. كان بيطلع من بيته على الساعة 5 الفجر، يركب مواصلات ويرجع بعد المغرب جسمه مكسر وتعبان. كل ده علشان يلمله قرشين يأسس بيهم نفسه. وكان أول ما يدخل الأوضة يقفل الباب ويقعد يعد فيهم ويقول: دي شبكة جميلة، ودي قسط السرير، ودي قسط التلاجة. بس رغم التعب ده كله كان قلبه مش مرتاح، مش عارف جميلة لسه مستنياه ولا خلاص انسيته. أما جميلة فكانت بتعيش أيامها في حزن وضيقة. أبوها شدد عليها وحبسها في البيت ومنعها من السوق والصحاب. وفي يوم جاب لها عريس مهندس شغال في المحافظة، غني وابن عز، وقال لها: ده العريس اللي يليق بيكي. لكنها صرخت وقالت: أنا بحب حسن وهتجوز حسن. رد عليها بكف على وشها وقال: وادي آخر التربية، على جثتي تتجوزيه. لكن في يوم حسن لبس أحسن جلبية عنده وربط عمامته وشد نفسه وراح مع أمه. دخل دار الحج نجيب ووشه مرفوع وقال: أنا جاي لك راجل ومعايا شجع عمري، عايز أطلب إيد بنتك جميلة على سن الله ورسوله. الحج نجيب ضحك ضحكة كلها سخرية وقال: انت اللي هتجوز بنتي؟ ده حتى ضوافرك مش نظيفة. رد حسن بثبات وقال: أنا راجل شقيان لكن قلبي نظيف، وما طلبتش غير اللي شايف إني أستاهله. جميلة كانت واقفة ورا الباب بتسمع الكلام وقلبها بيخبط من الخوف والحب. الحج نجيب قام وقال: كفاية مسخرة، اطلع برا قبل ما مد إيدي. وفعلا مد إيده وزج حسن، لكن فجأة الباب اتفتح بعنف ودخل الشيخ رضوان عم جميلة، راجل كبير وكلمته مسموعة في البلد كلها. كان وشه مليان غضب وقال بصوت يهز الدار: نجيب، انت لسه عايش في زمن الطبقية؟ الولد ده شفته في الشغل وشفت رجولته بعيني، لو كل البنات لقوا واحد زيه محدش فيهم كان شقي. سكت الكل. بص الشيخ لجميلة وسألها: بتحبيه؟ دموعها نزلت وقالت: من أول يوم وعمري ما حبيت غيره. بص للناس وقال بصوت عالي: على بركة الله، العروسة بنت أخويا والقرار عندي، وأنا بقول حسن هو العريس. وفرحهم كان في الساحة الكبيرة وسط البلد. الزغاريت ملت السما والدفوف دجت والناس اتجمعت من بلاد تانية. البلد اتزينت وفرحة ما حصلتش، والناس قالت: الحب اللي من القلب لا مال يوقفه ولا أهل يمنعوه. وحسن وقف جنب جميلة وقال لها: انت حلمي اللي اتحقق وحياتك أمانة في رقبتي. قالت له وهي بتبص له بعينها اللي كلها أمل: أنا كنت مستنياك حتى لو طال البعد سنين. وهنا خلصت قصتهم وعاشوا في تبات ونبات وخلفوا صبيان وبنات. وكانت دي حكايتنا النهاردة من حكايات زمان. لو عجبتك الحكاية ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد من حكاياتنا القديمة. نشوفكوا في الحكاية الجاية.
في أمان الله. ولو وصلت لهنا ما تنساش تصلي على النبي.